في مصر عايشين مسلم ومسيحي اخوات من زمن الزمن، ما بيعملش فرقة ما بيننا أو بيعمل خلافات أو فتنة ما بيننا إلا لو دخل حاجة فيها سياسة. إنما الدين ما بيعملش فرقة، أنت ليك دينك وأنا ليا ديني. طيب في مصر كان حصل في وقت من الأوقات من حوالي 250 سنة بالتحديد، يعني سنة 1805 اتولى حاكم مصر الوالي محمد علي. ده بعد ما الحملة الفرنسية راحت في داهية، كان وقت المماليك طبعا. محمد علي مسك الحكم. طيب لو انا قلت لك ان تحت ايدي كتاب بيحكي لك بالتفصيل ايه اللي حصل ايام محمد علي، بس ده مكتوب سنة 2000، هتقول لي طبيعي. طب ايه اللي جاب اللي كتب الكتاب يعرف منين اللي حصل بالتفصيل من 200 سنة مثلا او 250 سنة؟ هقول لك لا، الكتاب ده نسخة من كتاب اتكتب ساعة وقت محمد علي، يعني واحد شاهد عيان بيحكي بالتفصيل ايه اللي حصل. طيب فين اصل الكتاب اللي هو النسخة القديمة اللي من 250 سنة؟ لا للأسف مش موجودة، فقدت. طيب انت طبيعي هتقول لي طب اربط انا منين النسخة اللي اتكتبت سنة 2000 وازاي بتقول عليه شاهد عيان وهو اصلا ما عاش في الوقت ده؟ وانا اصدقه ليه؟ اصدقه منين؟ مين اللي اكد لي ان النسخه دي نسخه طبق الاصل من النسخه القديمه بتاعت الكتاب ده؟ اقف هنا، انا هنا بتكلم على مثل تقريبي للنسخ الاصليه للكتاب المقدس. الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. تخيل اخويا المسيحي ان نسخه العهد الجديد الاصليه غير موجوده بالمره. اللي اتكتبت امتى؟ وقت المسيح ووقت تلاميذه. طب النسخه اللي موجوده ما بين ايدينا، انا بتكلم على نسخه كامله مش مجرد ورقه برديه او حاجه زي كده مخطوطه صغيره، لا انا بتكلم على المخطوطات الكامله لنسخه العهد الجديد. ما فيش منها ولا نسخه كامله اصليه اتكتبت في زمن المسيح. هي فين النسخ الاصليه؟ ضاعت. طب النسخة الكاملة اللي موجودة تحت ايدينا ايا كان اسمها الفاتيكانية او السينائية او البيزنطية، اقدم نسخة موجودة اتكتبت في القرن الرابع، يعني بعد حوالي 250 سنة او 300 سنة من زمن المسيح عليه السلام وتلاميذه. نفس السؤال، اضمن منين ان النسخة اللي اتكتبت في القرن الرابع هي نسخة طبق الاصل من النسخة الاصلية اللي ضاعت؟ مفيش للأسف ضمان. طب أنا أعرف منين إن ده منسوب ليوحنا ولوقا ومرقس وبولس وبطرس؟ لا مفيش تأكيد، مفيش ربط ما بين النسخة القديمة اللي موجودة إنها نسخة طبق الأصل للنسخة الأصلية اللي ضاعت. ليه؟ لأن النسخة الأصلية ضاعت. طب أنت بطبيعة الأمر هتقول لي أنت كمسلم كذاب، النسخة الأصلية موجودة. هقول لك لا حضرتك، وبأدلة من كتبك. تعالى كده، الدليل الأول كتاب مقدمات العهد القديم للدكتور وهيب جورجي كامل، صفحة 24، مذكور إن النسخ الأصلية فقدت. دائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث صفحة 279. 3 كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية للدكتور القص إيميل ماهر إسحاق أستاذ العهد الجديد واللاهوت بالكلية الإكليريكية واللغة القبطية بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة صفحة 19. رقم 4 كتاب الدليل إلى قراءة الكتاب المقدس بقلم الأب استيفان شربنتي، ترجمة للعربية الأب صبحي حموي اليسوعي صفحة 234. 5 قاموس الكتاب المقدس صفحة 844 وموجود على الإنترنت أيضا. 6 كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس، وقد كتبوا في بيانات الكتاب في مقدمة الكتاب بأن الكتاب من مقالات صدرت بين عامي 68 و 1970 من مقالات للأب
متى المسكين. كتاب مدخل إلى النقد الكتابي للمهندس يوسف داوود رياض صفحة 26، وهو كتاب صغير كاثوليكي. كتاب وحي الكتاب المقدس ليوسف رياض صفحة 65. رقم 9 كتاب المدخل إلى العهد الجديد للدكتور فهيم عزيز صفحة 111 و 112. آخر حاجة رقم 10 الكتاب المقدس ترجمة الآباء اليسوعيين أو الرهبانية اليسوعية مع مدخل العهد الجديد صفحة 12. دي حضرتك أدلة بالكتب اللي كتبها آباء مسيحيين بالصفحة. حضرتك مشكورا خد أي عنوان من اللي أنا قلته لك واسأل عنه، أو شوف هتلاقي حاجة اسمها ضياع النسخ الأصلية للكتاب المقدس، وحاجة تانية اسمها أقدم نسخة موجودة تحت إيدنا كاملة القرن الرابع. أنا إيه هدفي؟ هدفي إن حضرتك تقف على إيمانك صح ولا للأسف غلط.